كنت حصان ابن خلدون العلامة في مقدمته خاصة في الصفحتين 412 و 413، وهو يحدثنا عن خدمة العلماء لميراث النبوة. ابن خلدون علامة، بالمناسبة ابن خلدون هو تلميذ صاحب الزاوية اللي اسموا عليه الزاوية في إيلولا، سيدي أحمد بن دريس اليلولي. سيدي أحمد بن دريس اليلولي وقي من شيوخ ابن خلدون، باش فقط نعرفوا هذا الأمر، وهو أمر تاريخي مهم باش نعرفوا كان العلماء وكانوا يتواصلون وكانوا يتوارثون العلم. فابن خلدون بمنهجه الدقيق من خلال دراسته لتاريخ العلوم، إفكار تاريخ العلوم، حدثنا عن تاريخ علم الأصول، أصول الفقه، في طبعة من طبعات المقدمة، خاصة الصفحة 815-816، يقول أن الصحابة كانوا في غنية عن قواعد علم الأصول. معنى الصحابة وحوجنا طبقا القواعد، أي غير خاطر سننت خدمت القواعد بلا ما غرنتنت. أما كنت تعرف مثلا دي اللغة العربية، كان العرب ما كانش في حاجة إلى معرفة القواعد، قواعد الحال والمضاف إليه والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول، يعني مش الفاعل مرفوع الفعل به منصوب، ما يحتاجوش إلى هذه القواعد. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه كانوا يعرفون اللغة العربية بالسليقة. لماذا الشعر العربي الشعر الجاهلي هو مصدر من مصادر اللغة للاحتجاج؟ كما نقولوا حديث قبيلي ثدين مغارني انت دار فيك سنت قبيلي مليح ذا حدث بوال ذنسي لا ريفيرونس من مخلى في قبيليث ادنيني شو ديالنا الفلاني، اي غير نعود اليه لانه هو المرجع. ثورة لانه مقارن للديكسيونير استقبال قرنس اموال. الامام العلامه ابن خلدون إناد كان الصحابه في غنية، يعني ما كانوش في حاجه إلى هذا العلم، علم الأصول. قال لك ولما أصبحت العلوم فنونا تخصصات لازم القواعد، قال لك ظهر علم الأصول. وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. ميديوغال الحديث، خدمة الحديث لانت مدارس وطرق. الطريقة الحجازية كما قال ابن خلدون، افتح القوس في الصفحتين المذكورتين صفحة 412 و 413، قال وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. هو يبين باش يزيل عنا هذاك الغموض ويعطينا معلومة مهمة. قال لك وسيد الطريقة الحجازية، بعدما بين بأن الطريقة الحجازية طريقة منهجية عميقة في خدمة السنة. قال لك سيدها أنواع بعد السلف. طبعا هذا أدب من ابن خلدون، لم ينسى فضل السلف. وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف إمام المدينة، عالم المدينة، اللي هو الإمام مالك رضي الله عنه.